السلام عليكم. فيديو جديد في قناه عنبر 7 وحديث عن مرحله سيتي وريال واللي خلص 3-2 لريال مدريد في ذهاب ملحق التشامبيونز ليج. وانا بالنسبه لي الماتش ده مقارنه بالمواجهات اللي قبل كده بالريال وسيتي بين وانشيلوتي، يعني انا بالنسبه لي الماتش ده اقلهم كشكل جوان او كجماليه في الملعب، لكن كتكتيك وافكار بين الاثنين مدربين انا شايف ان الماتش ده اقوى ماتش فيهم كلهم. وشفنا افكار وحاجات جديده على الاثنين مدربين، وده اعتقد بسبب المشاكل الدفاعيه اللي عندهم والاصابات الكتير، فقرروا ان هم يلاقوا حلول بديله. فتعالوا نشوف ايه اللي حصل. طيب احنا عارفين ان المشكله في ريال مدريد ان لسه مفيش بديل او حد كويس مكان توني كروس يطلع بالكوره ويشيل الضغط عن سيبايوس وفالفيردي، ومشكله الباك اليمين وقلب الدفاع. فالماتش ده رجع كامافينجا، فالفيردي راح باك يمين. كنا سمعنا اخبار قبل الماتش ان فيرلاند هيلعب باك يمين، بس اعتقد جاهزيه كامافينجا وعوده كامافينجا مهمه جدا للفرقه. اول حاجه ده بيساعدك في الطلوع بالكوره، لان اقرب واحد بيعمل دور توني كروس هو كامافينجا. تاني حاجه ده بيخلي سيبايوس ينتقل للمرحله الثانيه، بدل ما كان سيبايوس وفالفيردي معكوكين ومش عارفين يتصرفوا مع قلب الدفاع بالخروج بالكوره، كامافينجا بيجي يحل لك كل المشاكل دي. فسيبايوس انتقل للمرحله اللي بيحبها، المرحله الثانيه اللي بتربطه بين الدفاع وبالانجهام والهجوم يعني. فدي المنطقه اللي بيحبها سيبايوس، هو كسر الخطوط زي ما قلت الفيديو اللي فات، وهو اقوى في اللي هي الاقرب للبوكس تو بوكس يعني. فكامافينجا بيحل لك المشكله دي. تاني حاجه فالفيردي على الباك اليمين، هو فالفيردي هو بيلعب بالكرة بعقلية انا جندي، انا موظف، انا هعمل لك اللي انت عايزه باكتر كفاءة عندي واكتر روح عندي. فانت بتضمن ان حتى المركز اللي هو مش موجود فيه هيديك 8 من 10 او 7 من 10. وفي قلب الدفاع طبعا شواميني وراؤول اسينسيو، وبقيه الفرقه زي ما هي. الناحيه الثانيه جوارديولا كانت مشكلته في ايه؟ كانت مشكلته ان رودري مصاب، فطبعا عمال يجرب كوفازيتش، عمال يجرب جوندوجان، طبعا ما حدش هيقدر يعوض الموضوع ده. وحتى نيكو جونزاليز اللي هو اشتراه اتصاب في ماتش الكاس. عندك بقى مشكله في الباك اليمين، رحيل كايل ووكر كان يعني صعب، يعني رحيل صعب لان ما عادش بديل واكي متصاب وكده. فرجع له اكي، فلعب باكي وحلله مشكله بقى ان انا العب بريكو لويس وماتياس نونز والكلام ده. بس خد بالك، انت عارف ان انت عندنا 60 او 70 اكي هيتعب، فهتضطر تستبدله. فده الشكل في الفرقتين قبل الماتش، او دي الحلول اللي حصلت قبل الماتش. طيب بدأ الماتش واتفاجئنا كلنا ان انشيلوتي نزل ضاغط. قال لك بص، انا السنه اللي فاتت قعدت راكن الاتوبيس ورا ورحنا ضربات جزاء وكسبت، بس انا ما عجبنيش المنظر، وانا كده بدي السيتي فرصه اكبر بكتير، لان السيتي وهو معاه الكوره هي اقوى حاجه عنده. تاني حاجه، السيتي اللي انا بلعبه دلوقتي ده مش هو بتاع الموسم اللي فات ومش هو بتاع المواسم اللي فاتت، فانا ليه اديله الفرصه انه يركب عليا الجيم؟ ده غير كمان يعني مفيش كايل ووكر، يعني المهم اسهل على فينيسيوس، وعندي كيليان امبابي سلاح جديد وهجوم قوي جديد. فانا ليه اديله الفرصه او اخليه يضغط عليا؟ خصوصا ان كمان شفنا التيفو اللي عمله جمهور السيتي، انه بيقول لفينيسيوس عيط ورودري هو بتاع البالون دور، فتنزل تضغط تجيب جون في اول ربع ساعه تكركب الدنيا خالص، خصوصا ان السيتي ده مهتز نفسيا زي ما قلنا. وهنثبت ده في اخر الماتش، حصل حاجه تاكد النقطه دي كويس جدا. فكملنا ريال مدريد ضاغط ضاغط، جت فرصه مهمه قوي بتاعت فيرلاند مندي والجون فاضي، بس حطها بره، ما بيعرفش يتصرف في الهجوم. فالمهم لحد ما جت الدقيقه 18، كانت اول مره فكر بيب يظهر، او الفكره اللي عايز يعملها من الاول تظهر ويقلبها على الريال. ايه اللي حصل يا سيدي؟ بيب جوارديولا نازل بالخمس سنتر باك بتوعه، وجون ستونز بالبلدي كده بيلعبوا ليبرو زي مانويل جوزيه زمان، لما كان بيلعب بشادي محمد والكلام ده كله. فكان بيلعب بفكره الليبرو ده باختصار بيبقى في نص الملعب، بيشارك في الطلوع بالكوره، وفي حاله الدفاع لما الجفارديول يتقدم مثلا او اكي والناس دي يتقدموا بيرجع يسقط ما بينهم، فبتقلب في الدفاع خماسي وفي الهجوم بتبقى أربعة وأنت قدامهم. فهي بتبقى فكرة حلوة قوي، خصوصا إن ستونز جوكر، أنت أصلا شاريه عشان بيلعب سنتر باك وبيلعب ديفندر. غير كده كمان أنت أكيد مش هتستحمل جوندوجان في ماتش سريع زي ده، مش هتستحمل برناردو سيلفا في ماتش زي ده، وكوفازيتش نسيبه حل للشوط الثاني. فستونز بيحل لك مشاكل كتير، وانا حاسه في المركز ده كمان افضل من ان هو يبقى قلب دفاع. بيب باختصار قال لك انا هخلي اكانجي وستونز هم اللي مسؤولين ان هم يبقوا قدام الدفاع يلعبوا الكوره، هسقط جريليتش، هسقط برناردو سيلفا ودي بروين، بحيث ان انا افتح المساحه اللي فيها تشواميني، افضيها
وهالاند يجري فيها، لان دي اضعف حته عند ريال مدريد، لان كمان فالفيردي انشيلوتي بيستخدمه في الضغط العالي من قدام. فانت عايز تخرج بس شواميني كمان وتفضي الحته دي. فمين اكتر اتنين بيمسكوا كوره؟ برناردو سيلفا ودي بروين. فتشواميني ماسك حد فيهم، فالدفاع عمال يفضى. فراح رمى الكوره في حته فاضيه لهالاند. هالاند قعد يسرق في اسينسيو لحد، لان طبعا عايز يبعد عن مندي، لان مندي بيعرف يدافع. فسرقوا. هالاند راح طبعا جفارديول، اللقطه الشهيره طبعا، لان جفارديول حتى في السنه اللي فاتت استخدمه في الهجوم كتير جدا وبقى عنده خصائص هجوميه. شفنا نفس اللقطه في ماتش تشيلسي برضه، جفارديول ريحها له هالاند جون الهدف الاول. وهنا بقى انت بتشوف التحول التاني اللي حصل بقى، ان في الاول كان ده ضاغط وده راجع ورا، حصل العكس. ليه؟ لان انت انشيلوتي عنده خصائص دفاعيه، اللي هو ايه؟ انا عايز ابقى في الامان. ايه ده 1-0 الدنيا خطر، لا ارجع بقى ولسه الاياب ربنا يحلها. فرجع، ولا خلاص 1-0 مش مشكله والكلام ده. التاني بقى ضغط، قعد يضغط وفاق. انا 1-0 انا على ملعبي، لحد ما جت اصابه جاك جريليتش ونزل مكانه فودن. دي بقى فرقت مع الفرقه خالص، خليته هجوميا اقوى. اول ما نزل حط ار2 كورتوا شالها. بعد كده خلاص الشوط الاول كمل كده، ريال مدريد رجعنا بقى للماتش بتاع الموسم اللي فات بتاع الاتحاد، وسي ضاغط لحد ما الشوط خلص. بين الشوطين بقى حصل بالنسبه لي الاصابه اللي غيرت مجرى الماتش، وهي اصابه اكانجي، ونزل مكانه ريكو لويس. فهنا ظهرت الثغره اللي الكل مستنيها. فلما نزل ريكو لويس، جوارديولا قال لك انا 1-0 وانا قلقان من الدفاع عندي، انا هرجع ورا واسيب الكره لريال مدريد شويه والعب انا على المرتدات، نعكس الدنيا. ريال مدريد رجع ضاغط، رجع اقوى، وطبعا استغل الثغره لحد ما جه الجون الاولاني. طبعا الجون فيه شويه حظ، بس ريال مدريد كان ضاغط اكتر بكتير، كان ماتش حلو جدا. وسبايوس يعملها امبابي يخبطها، طبعا فيها حظ كبير جدا، بس الجون كان مستحق. طبعا انشيلوتي بالخصائص الدفاعيه اللي عنده فقرر انه يرجع تاني. بس هنا حصل بقى اللي انا كنت قلت لكم عليه، اكي تعب فنزل مكانه كوفازيتش. خلاص هي دلوقتي 1-1، فانشيلوتي قرر انه يرجع. وسيتي ضغط استغل بقى ان ريكو لويس عنده بقى يخليه يضم في نص الملعب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وكوفازيتش، فبقى الاستحواذ على الكوره احسن. السيتي يضغط ضربه الجزاء. انا ما عنديش مشكله ضربه الجزاء، بس انا كنت عايز بس لقطه واحده تجيبها لي من فوق من السبايدر، لان الكوره دي فشل كبير جدا. انا بالنسبه لي مش هقدر اجزم هي من بره ولا من جوه، بس انا كنت شايف ان الكادر اللي بيعرضوه داني سيبايوس جسمه برجله كلها بره. فانا ما اعرفش هل الخط دي كانت على الخط طبعا جزء من ضربه الجزاء، انا ما اعرفش. بس انا كنت محتاج كادر يوضح لي من فوق ان الكاميرا السبايدر موجوده، توضح لي بس اللقطه دي. فالمهم بعد ما جت دقيقه 80 هالاند طبعا يخش يحطها. ودي بالمناسبه اول مره هالاند يجيب جون في ريال مدريد، كده جاب جولين في ريال مدريد. فالمهم سيبايوس طبعا شد يعني لقطه بايخه، فانشيلوتي سحبه ونزل مكانه لوكا مودريتش. والناحيه الثانيه بيب جوارديولا قال لك خلاص هطلع دي بروين، هطلع سافينيو، ونزل مرموش وجوندوجان. وهنا جوارديولا بيقول لك انا مرموش بالنسبه لي يا مكان هالاند يا مكان دي بروين. في الجناح الشمال محجوز لسافيو وجريليتش ودوكو، والناحيه الثانيه فودن وسيلفا. انا هجيب مرموش مكان دي بروين ومكان هالاند. طبعا دي ضد اللي مرموش عايزه، او مش ده اللي مرموش عايزه قوي. في فيديو عن مرموش هينزل هشرح لك فيه كل الكلام ده. فالمهم خلاص سي 2-1 قال لك أأمن بقى وكده. جت بقى الدقيقة 85 نزل طبعا رودريجو نزل قصدي ابراهيم دياز مكان رودريجو، وكملنا كده شويه. ريال عايز يضغط بقى يتعادل هو. وهنا بقى اللي انا بتكلم عليه الهزه النفسيه اللي عند سيتي. ده مش اول مره تحصل الموسم ده، دي حصلت قدام برينتفورد. انا بحاول اجيب لك بمختلف الكواليتي اللي انت بتلعبه ان انت المشكله عندك انت في الموضوع ده. هل يعقل في الدقيقه 86 على ملعبك في تشامبيونز ليج في ماتش مهم قدام ريال مدريد تعمل غلطه في البيلد اب زي دي؟ ادرسون بيدي الكوره لابراهيم دياز، فطبعا ريال مدريد مستغل الاخطاء الاول، طق بيش شوطه حطها الحارس يروح صددها. هل يعقل بقى ان ابراهيم دياز يبقى واقف لوحده في البوكس وحواليه ستة ماسكين ويجيبها جون برضه؟ وابراهيم دياز بيجيب الجون الثاني. المهم كملنا خلاص بقى الماتش بيهدى. فران جارسيا نزل مكان امبابي، انشيلوتي هدي 2-2 في الإياب بنتصرف.
جت غلطه من عدم من ريكو لويس جونيور بيخطفها، هوبا بلينجهام جون والماتش بيخلص. فالهزه النفسيه دي مش اول مره تحصل، حصل قدام برينتفورد، جابوا جولين برضه في اخر 5 دقايق، حصلت في كذا ماتش في الدوري. فالسيتي ممكن ما تكونش مشكلته فنيا، بس الهزه اللي عند اللعيبه غير طبيعيه وقاتله. انت الماتش اثر عليك كتير. وبس ده كان كل اللي عندي. اكتبوا لي في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويلا سلام.